رسميا عودة كهربا إلى المباريات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن كل اخبار الدوري المصري والكره المصريه. قبل بس ما نبدا، يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا نخش في الفيديو. نبدا كده على طول باخبار النادي الاهلي. نقول كده مع بعض عوده المصابين، وهو حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم، ورسميا هيشاركوا مع الاهلي في المباريات القادمه. نتكلم كده في الصفقات، ورسميا مروان عطيه الى النادي الاهلي، والاعلان الرسمي هيتم خلال ايام او خلال ساعات، واللاعب وافق على الانتقال للنادي الاهلي امبارح، وخلاص رسميا اللعيب هيكون متواجد مع النادي الاهلي. نتكلم بقى كده في موضوع عمر كمال، ولا هو هيجي النادي الاهلي ولا لا. هنبدا كده من الاول. عمر كمال الاهلي طبعا قدم له عرض امبارح، وعرض رسمي لضم اللاعب مع محمد رضا بوبو. طبعا عمر كمال لاعب مهم جدا مع اي فريق، سواء النادي الاهلي او فيوتشر، او لما كان راح نادي الزمالك السنه اللي فاتت او اللي قبلها. هو لاعب كويس جدا في المركز الباك اليمين، وبيعمل لك شغل عالي قوي قوي لما بيزيد في الناحيه الهجوميه. لكن لحد اللحظه دي نادي فيوتشر رافض التفريط في نهائي. هو عاوز اللاعب يكون معاه في الفريق، لان طبعا هو من العناصر المهمه جدا جدا مع الفريق. لكن اللاعب عاوز يروح النادي الاهلي، وحلم لاي لاعب الانتقال للنادي الاهلي. طب هل هو هيكون موجود مع النادي الاهلي؟ هو صعب طبعا، لان فيوتشر هيكون موجود في الكونفدراليه، فهو عاوز العناصر اللي موجوده معاه حاليا. ففي حال ضم محمد رضا بوبو، عمر كمال مش جاي. في حال ضم عمر كمال، محمد رضا بوبو مش جاي، لان طبعا هم عناصر مهمين جدا مع نادي فيوتشر. وبنسبه كبيره اللاعب هيكون موجود مع النادي الاهلي. امتى؟ الله اعلم. بس هو عمل حركه على الانستجرام، اكد اللي هو خلاص هيجي النادي الاهلي، اللي هو مسح صوره بتيشيرتات نادي الزمالك. ودي كده قصه موضوع عمر كمال. طب هل لسه في صفقات؟ في كلام ان الاهلي احتمال يتعاقد مع كذا لعيب من بره مصر واجانب. وكمان احتمال في حال لو الاهلي ما ضمش لعيب مهاجم افريقي او جنسيه تانية، ممكن الاهلي يضم جون ايبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا. هو طبعا من المهاجمين المميزين جدا، لكن احنا نتمنى اللي يجي لنا لعيب من بره. فدي كده كل اخبار صفقات النادي الاهلي. طب في سؤال دلوقتي بيتسال لمعظم جمهور النادي الاهلي، هل كريستو هيكون موجود مع النادي الاهلي في مباراه المصري القادمه؟ ايوه هيكون موجود عادي بشكل طبيعي، لكن هيبقى على مقاعد بدلاء. طب رقم التيشيرت بتاعه ايه؟ هيبقى 32. بس كده دي كل موضوع كريستو هيتدرب مع الفريق بكره بشكل طبيعي جدا، وهيكون متواجد ضمن القائمه. نخش بقى نتكلم كده في موضوع كهربا، وهل كهربا هيكون متواجد مع النادي الاهلي في مباراه المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ولا لا؟ اللي انا هقول لكم ده ان مصادر طالعه من النادي الاهلي هيستنى رد من الفيفا يوم الثلاث بالليل او يوم الاربعاء بالليل، بخصوص ايه؟ بخصوص كهربا هيشارك ولا لا. وبنسبه كبيره كهربا هيشارك مع الفريق. طب لو ما شاركش لازم كهربا يدفع الغرامه. طب لو لعب لازم كهربا برضه يدفع الغرامه. يعني في كل الحالات لازم كهربا يدفع الغرامه، سواء هيلعب او مش هيلعب لازم يدفع الغرامه. طب انا نسيت اقول لكم امبارح ان الاهلي اخد اجازه، او كولر ارضى للاعبين اجازه لمده 48 ساعه من التدريبات. والاهلي هيبدا التدريبات من بكره ان شاء الله، استعدادا لمباراه المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم. وباب الحجز بتاع التذاكر تم فتحه من حوالي تقريبا 3 او 4 ساعات للناس اللي عاوزه تحجز وتروح تتفرج على الماتش من المدرجات. دي كده كل اخبار النادي الاهلي، وننتقل بقى لاخبار نادي الزمالك. النهارده احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه غابوا عن المران لليوم الثاني على التوالي، وما كانوا غابوا طبعا امبارح وغابوا النهارده. وبرده احمد السيد زيزو غاب النهارده عن المران بسبب اللعيب كان قلنا امبارح اللي هو جاله اصابه خفيفه، واحتمال كمان ما يلعبش ماتش الاتحاد يوم الاربعاء القادم. طب بخصوص بقى عبد الله السعيد عشان ننهي الكلام، كابتن محمود فتح الله طلع امبارح قال ان عبد الله السعيد مش هيرحل عن نادي بيراميدز، وهو مستمر مع نادي بيراميدز. طب هل كده الموضوع اتقفل؟ الله اعلم، بس من وجهه نظري ان باتشيكو طالما عاوز عبد الله السعيد يبقى عبد الله السعيد هيكمل مع نادي بيراميدز بشكل طبيعي جدا. ودي كده قصه عبد الله السعيد، ودي كده كل اخبار نادي الزمالك. نروح بقى نقول كده نتائج الدوري المصري اللي حصلت النهارده. نبدا كده باول مباراه معانا، وهي حرس الحدود والاسماعيلي، وانتهت بفوز حرس الحدود على الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. والمباراه الثانيه كانت البنك الاهلي واسوان، وخلصت بالتعادل السلبي بدون اهداف. وفاركو يفوز على سموحه بهدفين مقابل لا شيء، والمقاولون العرب يفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا هدف. نقول كده مع بعض ترتيب الدوري المصري. في المركز الاول الاهلي ب 30 نقطه، المركز الثاني فيوتشر ب 26 نقطة، المركز الثالث الزمالك ب 25 نقطة، المركز الرابع بيراميدز ب 23 نقطة، المركز الخامس المقاولون العرب ب 18 نقطة، المركز السادس الاتحاد السكندري ب 18 نقطة، المركز السابع غزل المحلة ب 18 نقطة، المركز الثامن المصري البورسعيدي ب 17 نقطة،
المركز التاسع سيراميكا كليوباترا ب 15 نقطة. المركز العاشر أسوان ب 15 نقطة. المركز ال11 طلائع الجيش ب 13 نقطة. المركز ال12 فاركو ب 12 نقطة. المركز ال13 بنك الأهلي ب 10 نقاط. ال14 سموحة ب 10 نقاط. إنبي في ال15 ب 10 نقاط. حرس الحدود في 16 ب 10 نقاط. الداخلية في المركز ال17 ب 9 نقاط. والإسماعيلي في المركز ال18 ب 7 نقاط. وكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا، مع السلامة.